طاجين زيتون طبق جزائري عريق وبزاف يبغوه. اليوم جبته بأون فيرسيون اكسبريس هكذا باش تقدروا توجدوه وتستمتعوا به كما كان الحال. تبعوني. نحمي مقله وندير فيها شويه زيت وجيب شرايح تاع صدر الدجاج ونحطهم باش يدو تحميره من زوج وجوه بصح بلا ما يطيبوا طياب كامل. الهدف من هذه المرحله باش يكونوا عندي هذوك لي سوك ولا البقايا اللي في المقله واللي غادي يكونوا لا باز نتاع لاصوص. وفي نفس المقله نحط طريف زبده يذوب على نار قليله باش البقايا ما ينحرقوليش، ونقطع غير بالخدمي بصيله متوسطه، نحطها في المقله ونرش عليها رشه ملح باش تطلق الماء تاعها ونقعد نقلي فيها. اونتر طون جيب زوج حبات زروديه متوسطين ونقطعهم دي زالومات ونزيدهم على البصل ونقليهم هما تاني. هنايا كيما راكم ترماركيو راني حارصه باش كاع مكونات طاجين زيتون التقليدي يكونوا في طاجين زيتون الاكسبريس. انا في التقليدي دائما نبغي ديك النسمه تاع الثوم ندير غير سنينه برك، الوغ غادي نديرها هنا تاني ونتبل بالتتبيله الكلاسيكيه اللي مداري نتبل بها واللي هي الرند الفلفل السكنجبير. وباش نطلع البنه نزيد مكعب جومبو مرق الدجاج اللي رايح يمد جو هايل للبلان تاعنا. نزيد نكمل نقلي باش كاع النكهات يدخلوا مع بعضهم ونمرق بكاس ونص ما، وغير يرفد الغليه زيد نص كاس كريمه الطبخ والزيتون الصحيح ولا المقطع، واللي اذا حسيتوه بزاف قاطع غلوه مع شويه ليم. انا هنا غير شللته باسكو كنت جايبه نوعيه مليحه. نرجع طريفات الدجاج يكملوا طيبهم في المقله ونخلي كل شيء يطيب ومده 5 دقائق حتى تعقد لي لاصوص. نختمها برشه معدنوس وهكذا، وفي وقت بزاف قصير غادي تتبنوا بنت طبق تقليدي موجد بطريقه اكسبريس وعصريه. على بروشين.